وكيف العاده من مراكش سوق السمارين. موضوع الساعه هو موضوع الساعه راه عنده علاقه بالساعه اللي كاينه. هاد الساعه اللي كاينه دابا حنا عندنا واحد التساؤلات علامات استفهام فيها بزاف، هو انه المواطن العادي اش يستافد منها. حنا وقع لنا مشكل ارتباكات فاش غير هاد الساعه ما استفدنا منها حتى شي حاجه. وما عرفتش هاد السؤال ماشي بوحدينا كنطرحوا، الناس بزاف كطرح السؤال، هو انه الناس العاديين البسطاء اش كيستافدوا من هاد الساعه اللي كينقصوا. وخليو هاد الشيء عادي كيف غادي، الناس راه خدات لابيتيد على انه ولفات هاد الشيء. بزاف الناس يقول لك ان التغيير تاع الساعه كيستافدوا من الناس المعنيين بالامر، الناس الاداريين والناس اللي عندها علاقه بهاد 60 دقيقه اللي تيديروا هاد التغيير هذا كلما وقت ما قرب رمضان كيديروا لنا هاد التغيير هذا. والسؤال المطروح علاش ما تخليو هاد الشيء عادي؟ ان الانسان المواطن البسيط ما كيستافد منها حتى شي حاجه، حتى لا في الاداره لا كنستافدوا منها، لا في الاداره لا في الواقع. علاش تنجيو حتى رمضان كنحيدوا هاد الساعه هادي؟ ما عرفتش. كان شي واحد يجاوبنا عليها ويقنعنا بان اشنو هو كنستافدوا من هاد الساعه، راه حنا موجودين. وشكرا بزاف. عليكم السلام ورحمه الله. كي دايره الشرفه؟ كي دايرين الناس ديال مراكش؟ بخير، كلشي بخير. نتمناو كاع الناس ديال مراكش والناس ديال المغرب كامله من طنجه حتى للكويره يكونوا بخير وعلى خير، ورمضان مبارك علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. وتنقولوا الناس اللي المسؤولين والناس اللي كيتحكموا في امور في الشان الدولي، نتمناو منهم يخليو لنا هاد السويعه ديالتنا، هاد الساعه هادي ديالتنا راه مباركه، كتحس براسك مسارح فيها وفيها البركه، وكتحس براسك غادي فيها مده طويله وكتلقى فيها راحتك. والحمد لله دابا راه كنفيقوا في 7 ديال الصباح وكينضوا ديال الله تعالى، كتشوف النور وكتشوف التور كيطيروا وكل شيء هو هذاك، ماشي بحال ديك الساعه كنا كنفيقوا 7 الصباح كتلقى الظلام اخويا ما تقدر كاع تخرج. دابا كنتمناو تبقى هاد الساعه هادي. هاد الساعه هادي زوينه مزيانه، لا في الخدمه ولا بالنسبه للمواطن، بالنسبه للناس اللي كيقراو، بالنسبه للناس اللي كيخدموا تيخرجوا في الضوء، كيخرجوا كيشوفوا كيكونوا في الوقيته اللي خاصهم يخرجوا فيها، ماشي بحال الساعه الاخرى كتخرج مع الوقيته فيها الظلام وكترجع في الوقيته فيها الظلام. بحال مثلا ما بين 7 و 6 ديال العشيه كتكون الظلام، بحال فاش التلاميذ اللي تيقراو ولا بالنسبه للناس اللي كتخرج كتخدم، ماشي بحال دابا كتخرج في 7 الصباح كتلقى فيها الضوء. 7 الصباح كتلقى الناس خرجات وتناض الصبح وسالات شي ساعه ونص عاد كتطلع الشمس، يعني كيخرج بنادم في الضوء، يعني ماشي في الظلام، ماشي بحال الاخرى. ونتمناو الناس هاد المسؤولين يشوفوا لنا شي حل يخليو لنا هاد الساعه هادي من الاحسن. وشكرا لكم على انتباهكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام ورحمه الله. واش تشوف هاد الساعه؟ اخوتي بان لي ما ساعه ما والو، تخربق هذا الشيء، ما باقي عرفنا لا ما عادش نفيقوا ولا ما عادش نوضوا. تتفيق تلقى شي ساد شي حال، ما عرفت الله يا ما عرفت. هاد الناس ما تشبهوا، نزيدوهم حتى هما على مول السرجيل 5 دراهم، الله يسخر. واش تشوف هاد الساعه؟ خويا بالنسبه لي انا هاد الساعه مزيانه خويا، فتح الساعه زوينه، تنعسوا على خاطرنا وتنفيقوا على خاطرنا، والنهار تيبقى طويل وتنقجوا بزاف الاغراض. الحمد لله احسن من هذيك الساعات هادي، راه كنت تيبان لك النهار دغيا طار. تتبان لك هي بقات ياك. ايوا الساعه راه مزيانه هادي، تبقى ديما خويا عبد الفتاح. والصراحه الساعه هادي والله الا فيها الخير والبركه، تيدوز النهار على حقه وطريقه. واش بغيت نقول لك تنفيقوا شبعانين نعاس على خاطرك ولا تفيق على خاطرك، حتى الوليدات في الوقيته مزيانه، في الوقيته الحمد لله على خاطرهم، داكشي زوين اخو عبد الفتاح. والله ما كرهنا تبقى العام كامل اجي، والله ما كرهنا تبقى العام هكا غاديه كامل العام. علاش؟ حيت صراحه الله كي قال لك الاخ عاجل تنعسوا بخاطرنا وتنفيقوا بخاطرنا وتنديروش لا حوايج، والنهار باقي كاع ما تيسالي فيه الخير والبركه الحمد لله. وهذا وهذاك طرات الحركه هضره اخرى ثاني. هاد الناس هادي دابا راه يمشي ويري ما نقولكش صح. ديما كوكب هاكي وهاكي يا لالا.